أن بعض الصحفيين بمدينة الدار البيضاء تعرضوا لاعتداء غير مفهوم من طرف أصدقاء الشاب مصطفى خنجر الذي أتهم في قضية مقتل البرلماني مرداس مباشرة بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة السبت. وحسب ما عاين تفاجأ بعض الزملاء الصحفيين الذين انتظروا لساعات طوال خروج مصطفى الخنجر لاستقاء تصريحات حول اعتقاله في هذه الجريمة بتهديدات من طرف أصدقائه وبعض أفراد عائلته الذين كانوا متواجدين لحظتها. واستنكر المصورون والصحفيون هذه التهديدات التي وصلت إلى حد التصفية، حيث خاطب أحدهم بالقول: إلا ما مشيتيش غادي نحيد لك راسك. وبعد هذا الحادث وضع المتضررون شكاية لدى مصلحة المداومة بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء لفتح تحقيق في الموضوع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.